طبعا كلنا عايزين الفلوس الكتير. طب والفلوس الكتير دي هتيجي ازاي؟ يعني من غير ما يكون انت شغال شغل يجيب لك عائد كويس، فلوس كتير يحقق لك اهدافك وتعرف تعيش منه. يا حاجه من الاتنين، يا اما تشوف شغلانه مرتب عالي جدا يحقق لك كل اللي انت نفسك فيه، وطبعا ده بقى صعب جدا دلوقتي، والمشروع محتاج راس مال وخبره. طب لو انت ما عندكش راس المال والخبره اعمل ايه؟ قدامك حاجه وهي الافضل دلوقتي، انك تستثمر في نفسك، انك تتعلم مهاره جديده تعرف تكسب منها فلوس ايا كانت المهاره الديجيتال. واللي احنا هنتكلم فيه دلوقتي هو مهارة الموشن جرافيك، ازاي تعمل فيديو اعلاني، فيديو انيميشن جذاب. هتيجي تقولي طب ما هو الذكاء الاصطناعي بقى بيعمله، يعني مجرد ما امسك الموبايل واكتب برومبت بسيط بقى بيعمل لي فيديو زي ما انا عايز. كلامك مظبوط جدا، بس الفكرة في حاجة، ان اي حد بقى بيعمله، والجودة اللي بتطلع من الفيديوهات كلها، المواقع كلها بتاعت الاي اي غالبا شبه بعض. واي حد متخصص شوية يقول لك ده شغل اي اي. طب هتتميز انت ازاي؟ ما انت كل ما تدخل ليفل محتاج تتنافس جواه حتى لو انت متعلم اي اي. مش بقول لك انك انت هتشتغل بالاي اي بس، ولا بقول لك بالبرامج بس. احنا هندمج الاتنين مع بعض. اولا الاي اي لوحده مش كفايه، ان اي حد بقى بيعمله دلوقتي. والبرامج لوحدها برضه مش كفايه، انك لازم تواكب التطور المنبوط. فازاي تعمل الميكس للاتنين دول؟ وده اللي احنا عايزين نشرحه مع بعض في كورس الموشن جرافيك، معتمد اساسا على افتر افكت وبرنامج الالستريتور، وهندخل معاه الاي اي. ازاي اخلي الاي اي يساعدني في الموشن جرافيك. والكورس ان شاء الله هيكون متاح اونلاين واوفلاين. معاكم محمد عادل، خبره اكتر من 10 سنين في مجال الموشن جرافيك والانيميشن ثلاثي الابعاد. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.